أهلا بيكم في حلقة جديدة من مازن مايك شو. من أحد المواضيع المهمة اللي بتلفت نظري، أنا بقعد أستغرب من شوية حاجات كده. في كلام خدت بالي منه إحنا بنقوله عندنا، بنعتقد بشكل أو بآخر إن الكلام دوت سيء، أو بنفسره تفسير سيء، في حين إن لما تبص للكلام تلاقي الكلام ما فيهوش حاجة. يعني تحس إن إحنا اللي بنتلكك على قلة الأدب. وهديكم مثال. وأنا قاعد افتكرت كده لما كنا عيال صغيرين في إعدادي وثانوي، والكلام اللي إحنا كنا بنقوله يعني. فجت في دماغي حاجة، ان احنا ابتدينا نرخم على بعض او نبيض على بعض بمعنى اخر بطريقه سخيفه. انا مش فاهمها. يعني لما واحد يقول له واحد يقول له عبد واحد، ايه وجه الحكمه في ان كلمه زي عبد الواحد دي تبقى مصدر ازعاج لبني ادم؟ واحد عبد الواحد، اتنين علي وحسين، تلاتة علي وشحاتة. يعني تحس ان هي كانت باكج نازله كده مع بعضيها، فيها علي مشترك ما بين الاتنين. أربعة مربعة، كلمة مربعة في حد ذاتها مش عيب، لكن لو طبعا احنا عارفين يقصد بالمربعة دي بيوصف انهي منطقة. فلو واحد المنطقة دي عنده مربعة شكلها هيبقى غير البني ادمين، فاحنا نبتدي اللي هو ايه دي. مم. في حين ان كلمة مربعة في حد ذاتها عادي، يعني ككلمة مربعة. ما لقيناش حاجة نقولها على خمسة فسكتنا، ستة سكتنا، سبعة سكتنا. احنا وقفنا لغاية أربعة بس، أربعة مربعة. تصدقوا ممكن تمشي خمسة ألمس لمسة، دي هتبقى شتيمة. يعني لو واحد قال له واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة قال له ألمس لمسة، هتبقى دي كده شتيمة. ستة اشتري قتة، بقت شتيمة. احنا بنقعد نخترع الكلام ده. احلف وحياة ابو زحلف. مين زحلف ده؟ يعني مين زحلف اللي احنا خلينا حياة ابوه مقياس لينا في ان احنا نحلف؟ ولا انا ما اعرفش احنا بنجيب الكلام ده منين؟ يعني ايه احلف وحياة ابو زحلف؟ يعني احنا ليه عملنا في نفسنا كده؟ ليه وصلنا للمرحلة دي؟ احلف وحياة ابو زحلف. وبعدين احنا بقينا ايه؟ يعني خدنا الموضوع دوت نهج بقى في ان احنا نتعامل مع بعض، يعني اللي هو ايه، بنقلش مع بعض. تعرفوا ان احنا بنتلكك على قله الادب. يعني لما تيجي تشتري اي حاجه بتتاكل او بتتشرب ومكتوب عليها مثلا ايه، بنكهه الليمون، لازم تبتسم. اول ما تسمع كلمه نكهه الليمون دي او نكهه التفاح، اي كلمه نكهه، لازم تضحك، تبتسم، تحس ان هي كلمه عيب في حين ان هي مكتوبه. وبعدين هي ككلمه في حد ذاتها ما فيش فيها مشكله، يعني هي ككلمه نفسها ما فيهاش اي مشكله. يعني المشكله انت بتفكر ازاي. يعني هي دي الفكره، انت بتفكر في الكلمه دي ليه ان هي غلط او غير مألوفه. ايوه، ايوه، كلمه غير مألوفه. اما انت بتسمعها بتبقى كلمه غير مألوفه، لكن لو انت قلتها لحد بتبقى مألوفه فشخ. وعلى فكره، فشخ من 3 سنين ما كانتش مألوفه، النهارده بقت مألوفه. اشوفكم على خير.